السلام عليكم خوتاتي في كل مكان. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في كامل الصحه يا ربي. بغيت نهضر هذا النهار مع الناس اللي باقيين ضاربين سنين هنايا في اسبانيا وباقيين للاسف ما تعلموش اللغه الاسبانيه، سواء امراه سواء راجل. انا اليوم جيت نقول لكم هو هذا الوقت. نوضوا تحمسوا ديروا مجهود اخوتي. شوفوا فين تعلموا اللغه، راه كاينين مراكز بالمجان، وراه الاغلبيه ديالكم كيعرفوهم. بلا ما نقولوا الناس اللي عاد وصلوا اسبانيا بانها اللغه راها هي مفتاح ديال بزاف البيبان في حياتك هنا في اسبانيا. اللغه عندها واحد مفتاح ديال بزاف الحوايج، بزاف الخدامي اللي تقدر تلقاهم، ولكن للاسف اللغه ما كتساعدكش انك تخدم فيهم، خاصه الرجال. يعني نقولوا العيالات تقدر ديباني راسها هكا في شي خدمه اللي ما تحتاج فيها اللغه، لكن الرجال بزاف الخدمات اللي كيضيعوهم على راسهم بسبب اللغه. خواتاتي، كاين المراكز في اسبانيا مثل كاريتاس اللي دايره تعليم اللغه الاسبانيه بالمجان للناس، دايره بزاف ديال التوقيت، بزاف د النهارات. سيروا تسجلوا كروز الرخاء دايره تعليم اللغه بالمجان من غيرهم، من غير هادشي هذا. مثلا احنا عندنا هنا التاكو خيطان حتى هي دايره تعليم اللغه الاسبانيه، يعني بزاف د لي سنترو هادي كنهضروا على لي بالمجان. اما الناس اللي كتخدم وما عندهاش الوقت فتقدروا تشوفوا كاينين اللي دايرين توقيت العشيه، بحال مثلا كاين اللي كيدير مع 7 د العشيه انك تتعلم اللغه. ديروا عندكم، خصكم نتوما يكون عندكم الحافز، خص يكون عندكم الحماس. واش ديما غتبقاو تديو لي يترجموا لكم؟ واش كتجيك عادي انك فين ما تمشي تقولي لا فلانه يلا يا اختي معايا ترجمي لي في الطبيب، او لا ترجمي لي في المدرسه، او لا اجي قراي لي هاد الورقه شنو فيها؟ علاش ما تعتمديش على راسك اختي، وعلاش ما تعتمدش على راسك اخويا؟ انا هنا بغيت نقول لكم انك راك قادر انك تعلم اللغه. شتي الا درتي واحد المجهود والله تتعلم لها. هادوك اللي كيقول لك شحال وانا نقراها مابغاش تدخل لي في الراس، ما درتيش واحد المجهود. درتي ماشي انك غادي تمشي للمدرسه صافي راه غادي تتعلم لها غير في المدرسه، لا. المدرسه شنو كدير؟ المدرسه كتعاوننا ان حنا كيفاش ديك المعلومه نستوعبوها، كيفاش كتوريك كيفاش دير جمل مع من تما كتلقى مع من تهضر بالاسبانيه، خاصه الا ما كانش لونطوغاج ديالك فيه سبليون. يعني كتلقى ان تما كتقرا مع استاذه كتهضر بالاسبانيه، كيكونوا معاك يعني يقدر تجي وحده فنزويليه وحده، يعني كيكون شويش عندك مع من تبراتيكي الاسبانيه. ان بزاف الناس كيتعلموا الاسبانيه ولا كتقولك انا ما عنديش معاهم نهضر. هضري في الطبيب، هضري في المدرسه، هضري في سوبر مارشي، تهاودي مع جارتك في الباركي. ما تحشميش، ان الحشومه اولا كتخافي انك تخرجي الكلمه غلطه هي اللي كتخليك ما تتعلميش. قوليها كيف ما بغات. حنا رحنا عايشين مع واحد الشعب اللي راه كيفهمنا غير الاشارات والحمد لله، وكدير الناس مجهود باش انها تفهمنا. وكذلك حنا خصنا حنا نزيدوا لقدام. حنا اللي جينا لهاد البلاد جينا باش نحسنوا من الوضعيه ديالنا. كيفاش غدير تحسن من الوضعيه ديالك وانت ضربتي 16 سنه هنايا وانت ما متعلمتيش اللغه د هاد البلاد؟ اذا شنو كتسنى؟ هي هذه الفرصه ديالك. خلي اللي فات وبدا صفحه جديده. نوضوا تعلموا اللغه الاسبانيه، راها مفيده لكم بزاف اخوتي. والله حتى غادي تحسوا بالفرق كبير ملي غتعلموا لها. ملي غادي تبقاي تقراي مع ولدك في الكتوبه ديالو، ملي غادي تبقاي انك انت كتعبري على داكشي اللي بغيتي. مثلا غير في المشاكل ديالكم، مثلا مشيتي للطرابخه سوسيال وعندك مثلا ما عندكش واحد المدخول، بغيتي تعاودي على الوضعيه ديالك، واش انت حتى العالم كله يعرف ان شنو عندك؟ هاد النهار تدي فاطمه وغدا تدي خديجه وبعدو تدي ناديه، هادو كاملين يعرفوا قصه حياتك. علاش ما تهضريش انت بطرابخه سوسيال ديالك الراس حتى واحد ما يعرف شنو مشاكلك؟ تعلمي اللغه ديالك اختي، راه غتنفعك. عندك شي مرض اللي حشمانه منه وبغيتي تهضري غير مع الطبيبه ديالك، العالم كامل خصو يعرف انت باش مريضه. هنا خوتي راه اللغه راها شي حاجه اللي مهمه بزاف. وكذلك الراجل انا ما كنهضرش غير الليالات، وكذلك الراجل. جالس انت في قهوه ياك، جا الكاماريرو قال لك ايونا اوفيرتا دي تراباخو ولا شي حاجه هكا، وانت ما عرفتيش شنو كيقول، بقيتي كتشوف فيه. لكن واحد غادي يقول له سي لو كيرو، يعني غادي يفهمو، غادي يمشي يخدم معاه ديك الساعاتك فقط لانه هو عارفو شنو كيباغي. وتقدر تجيك شي خدمه زوينه لان اوفرتا، خاصه الناس اللي عندهم الوراق. انا ملي كيبقاو يقولوا لي ما كاينش الخدمه، يعني انا كندخل عند الاوفرتات ديال الطرابخ اللي كاينين في اسبانيا،
يعني للاسف حنايا ما مساعدناش، ما عندناش الورق. كنبقى نقلب كنلقى بزاف الاعلانات اللي فيهم يعني بزاف الخدمات زوينين، ولكن للاسف كيحتاجوا الوراق. انت مادام عندك اللغه دخول وبحث، يعني منها ملي غتكون عندك اللغه راه عندنا واحد بين يدنا واحد الوسيله اللي زوينه اللي هي سميتها الانترنت. غادي دير غير المواقع ديال الخدمه، المواقع اي حاجه كاينه في الانترنت. شنو كتحتاج؟ فقط اللغه. مواقع الذكرى، مواقع ديال الخدمه، مواقع اي حاجه. شنو غتعلم واحد شويه اللغه وما تبقاش محتاج لبنادم نهائيا. الحمد لله كلشي في الانترنت. بغيت غير نسول على التوقيت فوقاش التران غندخل الانترنت، فوقاش بغيت نسول على اي حاجه شنو تعلم فقط اللغه. ما نبقاش ما تعتمدوش على تراديكسيون غتعلمكم العجز. شتي الا بقيتي اي حاجه ديرها تراديكسيون ما غاديش تتعلم اللغه نهائيا. لا، حفظوا شنو انا طريقتي كيفاش تعلمت. ما غاديش نقول لكم انا طياره في اسبانيونيه، لكن الحمد لله معتمده على راسي. هذه دابا من يعني العام الاولى كنت كنحتاج الناس شي شويه، يعني في شي حوايج اللي ضروري خصني نكون فهم مزيان كنت كندي فيهم واحد صاحبتي كولومبيانه، وكنت مشات معايا واحد صاحبتي مغربيه. مور ديك الشيء ما نكذبش عليكم كنعتمد على راسي، لاني خصني انا باغيه نتعلم. واخا نقول كلمه بالاسبانيه، كلمه بالانجليزيه، كلمه فرنسيه، الاشارات، مهم نعبر باش نتعلم. انا باش نتعلم شنو كنت كندير؟ كنحفظ اخوتي الدروس، كنحفظهم. ما تبقاوش تقولوا لي هاد النهار نحفظ كلمه لا، كنت كنحفظ الدروس كنحفظهم ياك. الى اسبانيا ما خصك هي غتقنطو، غتبقى تطلق واحد الدرس يبقى يجيك القنط، غيجيك الملل. غادي تبقى تقول من بعد غيبقى تقنط هكاك، غادي تحس. لكن انت حار بديك القنط باش مثلا تصنتي هذا النهار عند تعلم اللغه الاسبانيه مع اسماء، غدا ما ديرش اسماء، غدا دير تعلم اللغه الاسبانيه مع ياسين، بعدو دير هذيك باموس خليلي، من بعد مثلا دير تعلم اللغه الاسبانيه مع حنان او سهام او تبارك الله. عرفتي اساتذه ديال اللغه الاسبانيه موجودين، يعني الانترنت عامر بهم. شنو انت يا اختي اللي جالسه في الدار عندك الوقت الكافي، مثلا جالسه كتخدمي الشغل، طلقيها ما خاسره والو، طلقيها انت كتسمعي. هاد النهار طلقتي شويه، غدا شويه وانت كتحفظي. خويا انت خدام، كاين واحد الحاجه سميتها الليزيات. ماشي مثلا الطريق عندك طريق طويله باش توصل للخدمه. انا هادشي اللي كنت كندير مع راجلي، كيدير ليزيات، كيبقى مثلا عنده واحد الساعه ونص او ساعه ديال الطريق، كيمشي كيتصنت الاسبانيه في الطريق. جاي عاوتاني تصنت واحد الشيء، غتقول لي عيان وبنادم الخدمه. وهذه الانسان يدير مجهود، كيدير واحد الحافز اني خصني نتعلم ديك اللغه، ما نبقاش عوال على شي واحد. ما نخليش ان واحد ما قاري حتى يومين هو اللي كيتحكم فيا نتوما عارفين هنايا بنادم الخدمات اللي كنخدموهم حنايا مع العرب ديالنا كيحرت عليك بالبيان على 2 دراهم وكياكلك رزقك وكتسمع شي هدور. راه جربنا هادشي، ماشي ما جربناش، راه راجلي خدم مع الناس وعرفنا شنو كاين. لكن فاش كتتعلم اللغه وانت دبر تخدم مع الصبليون ودبر خدمه زوينه، دبر شركات، دبر دير دبلومات. الا تعلمتي اللغه فهذا كيفتح لك افاق انك دير دبلومات. الانسان خصو يطور من حياته، ماشي الناس ضاربين هنا 20 سنه. انا ما كنقلل حتى شي واحد باش ما تفهمونيش غلط، انا كنحمسكم هنا باش تقولوا كنقلل شي واحد، لكن ما عندها حتى شي معنى انك ضربتي 20 سنه ما درتي حتى شي دبلوم، ما تعلمتي لغه، ما درتي حتى شي حاجه، قابلتي تماره 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 تماره، درتي الدار الله يكملك بالخير، درتي الطوموبيل مزيان، لكن حتى شخصيتك انت حتى هي خصها تزيد تزيد دير عمر السي في ديالك عمرو. المهم اخوتي انا هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم، ان نحمسكم انكم تقراو اللغه لانها اخوتي مفيده في حياتكم بزاف. الله يعاونكم. وبحثوا في المراكز اللي كاينين حداكم، كل مدينه والمراكز اللي عندها، لكن كاريتاس وكروز الروخا راهم كاينين في اسبانيا كامله. تعلموا اللغه خوتي. ولا كان شي واحد عنده شي اقتراحات او شي حاجه اللي يفيد بها الناس فحطوها بالكومونتير، حنا كاملين خوت وكاملين نستافدوا مع بعضياتنا.